كنت بحمص تحميصه برازيلي، وفي عامل شاف القهوه في ايدي فقال لي انا عايز نفس القهوه اللي انت بتشربها دي. قلت له نفس القهوه اللي انا بشربها دي؟ قلت له القهوه دي فيها سنه مزازه وكافيين عالي جدا، وفي نفس الوقت القوام بتاعها حلو والوش حلو، فتعالى نعملها لك مع بعض. 100 جرام من البن الاندونيسي. الاندونيسي هيظبط لنا الوش والقوام، وفي نفس الوقت طعمه مش هيضايقك في قلب الخلط قوي. فخش على اللي بعده. تعالى نظبط الكريمه ب 150 جرام من البن البرازيلي اللي هيظبط لنا الكريمه، ومرارته مش موجوده برده، مرارته قليله جدا. فتعالى نخش على اللي بعده على طول. هنخش على الهند الارابيكا، هناخد 125 جرام من البن الهند الارابيكا الوسط. الهند الارابيكا في اخر درجات الوسط، مزازته بتقل ونسبه المراره بتقل فيه، وطعم الشوكولاته بيظهر فيه. 50 جرام من البن الجيتومالي اللي كافيينه عالي جدا وطعمه الى حد ما فيه سنه سكاره كده، فبيمشي معانا لما نحط ابن عمه بقى الكولومبي اللي هو 75 جرام من البن الكولومبي. كولومبي كافيينه عالي جدا وفي برضه فيه سنه مزازه، بس في اخر درجات الوسط طعم الشوكولاته بيظهر فيه. تعال نحوجها له بقى ب 20 جرام من الحبان، شويه ورد خفاف جدا، شويه قرنفل. والتحويجه كلها اختياري مش اجباري، واحده من جوز الطيب وعودين من الجنسنج عشان لو عايز ياخد حاجه بقى تديله طاقه وباور ورايح الشغل وكده. قلب الكلام بتاعك ده كله وانزل بيه في مطحنتك، وبعدين اكعب بيه وبالف